بص، انا مش هقدر اقول لك ما تزعلش، بس عاوز اقول لك ان النادي الاهلي النهارده قدم مباراه كبيره جدا امام بطل كاس الليبرتادوريس. نادي كبير قيمته التسويقيه 107 مليون يورو، نادي عنده سكواد متكامل، عنده لعيبه خبره زي ميلو ومارسيلو وكانو وكينو، عنده دكه مميزه جدا زي جون كندي اللي نزل وسجل الهدف الثاني، عنده لعيبه فعلا قدراتها عاليه. في نفس الوقت ما كانش حد فينا يتوقع ان احنا نبدا المباراه بالشكل ده. انت نازل ضاغط، نازل بتحاول، وانت اللي بتضيع فرص كلها اهداف، وكلنا عارفين ان قبل المباراه حتى مباراة الاتحاد اللي انت كسبتها 3 ضيعت هدف و2 و3 برضه، وقبل كاس العالم ضيعت اكتر من هدف، فده موضوع موجود، دي حاجة مش جديدة علينا. مارسيل كولر مش هينزل يسجل الاهداف دي. مارسيل كولر ما كانش في حد في اعتقاده تماما انه ينزل يضغط فرقه زي دي ويقدم المستوى الفني الهايل ده، ويكون في شكل تكتيكي في الملعب هايل فعلا. كان في انسجام كبير على الجبهه اليسرى اللي فيها معلول وامام والشحات، دايما الشحات كان بينزل ويستلم. عملت الكونتر اتاك بشكل مميز جدا اكتر من مره، سواء من بيرسي تاو او حتى حسين، جالك اكتر من فرصه خطر جدا، تقريبا اهداف زي كره كهرباء اللي لعبها بدماغه، او حتى كره تاو بعد الهدف الثاني لفريق فلومينينسي. فانت النهارده قدرت تصنع فرص وتوصل للخط الامامي، وقدمت مباراه فعلا ممتازه جدا. انا بشكل شخصي شايف ان مارسيل كولر قدم مباراه كبيره، عمل كل اللي عليه النهارده، ولكن الغلطه الوحيده هي مشاركه اكرم توفيق في نص الملعب، لانه بقاله كتير جدا ما شاركش في المركز ده، ولان اليو ديانج كان المفروض يكون في الملعب، ولكن مش وقت عتاب. لازم الفترة اللي جاية نبص على الفريق بشكل أكبر، وإن شاء الله أمام أوراوا الياباني نقدر نقدم مباراة كبيرة ونفوز بالميدالية البرونزية. النادي الأهلي يستاهل أكتر من كده. النادي الأهلي قدم بطولة كبيرة جدا، سواء في المباراة الأولى أمام اتحاد جدة صاحب الأرض والجمهور، واللي عنده لعيبة بملايين، اللي عنده أفضل لاعب في العالم الموسم اللي فات اللي هو بنزيما، عنده فابينيو وكانتو ورومارينيو وحمد الله، عنده لعيبة مميزة جدا. في ظل ده كله بقى أنت نزلت قدمت مباراة كبيرة، ضغطت اتحاد جدة، قدمت مباراة فعلا تدرس، وقدرت تفوز على فريق قيمته التسويقية 105 مليون يورو، يعني يتفوق عليك ب 75 مليون يورو كاملة. رغم ذلك في ارض الملعب محدش بص على الارقام دي، قدمنا مباراه كبيره، النادي الاهلي كان مشرف فعلا. ثم بتلعب فلومينينسي اللي عنده خبرات كبيره، عنده لعيبه صغيره في السن مميزه جدا زي ارياس وجون كندي اللي سجلوا الهدفين، عنده لعيبه عندها خبره كتير زي فليب ميلو ومارسيلو وكانو وكينو، عنده لعيبه مميزه جدا. فانت النهارده لما تنزل وتسيطر على الشوط الاول كامل وتضيع اكتر من 5 فرص، فانت قدمت مباراه كبيره، واللعيبه عملت مجهود كبير، بالاخص محمد الشناوي وياسر ابراهيم في الشوط الثاني بالتحديد طلعوا اكتر من كوره، بالاضافه لمروان عطيه اللي قدم دور مميز جدا في نص الملعب. امام عاشور وحسين كانوا جيدين جدا. بيرسي تاو بغض النظر عن ضربه الجزاء اللي عملها، ولكنه هنا كان بيغطي في ظهر هاني واكرم توفيق. فانت النهارده قدمت مباراه فعلا وعملت مجهود كبير، ولكن للاسف ما قدرتش تفوز وتوصل للنهائي. قدر الله ما شاء فعل. في اخطاء، ايوه في اخطاء طبعا. مارسيل كولر غلط في البدء باكرم توفيق، ولكن برضه ما نقدرش نقول ان احنا كنا متوقعين الاداء اللي بدا بيه النادي الاهلي. فقدر الله ما شاء فعل. ندعم فريقنا، ندعم مارسيل كولر، والفتره اللي جايه باذن الله هنقدر نفوز بالبطولات اللي داخلين فيها كلها. باذن الله عندنا بطوله بعد كاس العالم، ولسه هنلعب على دور الثالث والرابع اللي ان شاء الله نقدر نفوز بالميداليه البرونزيه. وفي يناير نفكر بقى مين هيمشي ومين اللي هيجي. موديست اكيد مش هيكمل، وده موضوع نهائي لانه ما ينفعش يكمل بالشكل ده. انا جايبك تلعب كاس العالم، لعبت دقيقتين، لازم يمشي في يناير، ونفكر في مهاجم، نفكر في جناح، نفكر في لعيبه تقدر تقدم لنا اضافه الفتره اللي جايه. شكرا لكل جمهور النادي الاهلي اللي دايما داعم وفي ظهر النادي والكيان، واللي دايما مهما كان في ظهر النادي الاهلي، وعارف المجهود الكبير اللي بيقدمه اللعيبه والمجهود الكبير اللي قدمه مارسيل كولر. شكرا جدا ليكم على الدعم اللي انا بشوفه منكم بشكل شخصي. ان شاء الله الفتره اللي جايه نقدم مباريات افضل من كده، نقدر نفوز في البطولات القادمه ونقدم مستوى عالي باذن الله. شكرا. اتمنى قبل ما تقفل الحلقه يا ريت توحد الله لا اله الا الله، وتصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، واعمل لايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس. ولو متابعنا على الفيسبوك اعمل لايك وفولو للصفحه الرسميه على فيسبوك اللي اسمها طوفان اهلاوي. نتقابل بخير يا حبايب. سلام.